باش نتفاهموا، انا في هذا الفيديو غادي ندوي على التجربه ديالي المتواضعه والتجربه ديال بزاف ديال الناس اللي دخلوا في هذا الدومين وغاديين فيه ديال بصح. وحاجه اخرى بغيت نتفاهموا عليها، انا في هذا الفيديو غادي ندوي مع الناس اللي عندهم اهداف، اللي عندهم شي حاجه اللي باغيين يحققوها وكيحلموا يوصلوا ليها. اما الا كنتي بارد الكتاف فاحسن ليك بلا ما تكمل معايا هذا الفيديو. اول حاجه بغيت نبدا بها قبل ما نبداو الهضره في العامر والمعقول هي ديك الصوره النمطيه اللي انتشرت بزاف في السوشيال ميديا على لونتربرونيا. باش تعرف لونتربرونيا راه لا علاقه مع داكشي اللي كيصوروا في السوشيال ميديا. باش نتفاهموا عليها من دابا، لونتربرونيا راه ماشي سهل. لونتربرونيا واحد الحاجه اللي صعيبه بزاف، ماشي غير شويه. كتكون خدام مع راسك غادي مزيان في الكارير ديالك، تيبداو يخرجوا لك دوك الفيديوهات في انستغرام، في تيك توك، في فيسبوك، في كاع السوشيال ميديا، تيقول لك راك غادي تخرج من الخدمه، غتولي حر ديال راسك، غتخدم مع راسك، غدير كذا وكذا، كيسحب لك الحياه راه ساهله ورديه. وبصح شحال من واحد تيتقول وتيحبس الخدمه ديالو وكيقتل راسو في هذيك اللحظه. فاش كيخرج كيلقى واحد الواقع لا علاقه، كيلقى الدنيا عامره شوك وما كاين غير العراقيل العراقيل العراقيل. في الاخير يا اما كيتحبط وما كيبقى يدير حتى حاجه، اولا كيقلب على شي خدمه، ولا كان عنده الزهر غادي يرجع لذاك البوست اللي كان فيه، اولا شي حاجه اللي بحالو. في هذا الفيديو غادي ندخلوا مزيان في لي ديتاي اشنو هي لونتربرونيا وكيفاش غادي تكون اونتربرونور. هاد النقطه خصنا نكونوا تفاهمنا عليها صافي. سواء شنو هي لونتربرونيا سيدي. لونتربرونيا ما عندهاش واحد التعريف صغير، ما يمكنش تجمعها في جمله واحده ولا جوج. لونتربرونيا عباره على واحد ستركتور، عباره على واحد النظام. كاين بزاف ديال الحوايج، ما كايناش حاجه وحده اللي غادي تحدك وتقول لك راك انت هو لونتربرونور. وكل واحد يقدر يكون اونتربرونور بطريقته الخاصه. كما ايلون ماسك اونتربرونور، راه حتى مول الحانوت اللي حنا كاملين كنعرفوه وكنتعاملوا معاه راه حتى هو اونتربرونور. والقاسم المشترك بيناتهم بجوج المايند سيت ديال الاونتربرونور. ولكن ما فهمناش كيفاش دايره هاد العقليه ديال الاونتربرونور. اجي نشرح لك. مول الحانوت ملي كيفيق الصباح خصو يدير كلشي لراسو، كينزل هو شخصيا على خدمته، كيمشي خصو يدير الكونطابيليتي ديالو، شحال دخل شحال خرج، شنو خصو شنو ما خصوش، شمن سلعه باقا مزيانه شمن سلعه خاسره، كيمشي كيستف السلعه ديالو، كيدير السويفي ديال كاع الجماله اللي كيجيبوا له السلعه، كيتبع كلشي راسو من الصباح حتى الليل. ما كتلقاش كيتسارى هنا ولا هنا ولا كيضيع وقته في التليفون ولا في شي حاجه. مول الحانوت احسن مثال ديال اونتربرونور. اشنو كنستافدوا من هذا مول الحانوت؟ اي حاجه داخله في البروسيس ديال داكشي اللي كدير خاصك تكون عارفه من ا حتى لزد. خاصك تكون عارف مزيان داكشي كيفاش كيخدم، منين كيجي، فين كيمشي، اشنو خاصك، اشنو محتاج، شكون الناس اللي غادي يعاونوك، وكلشي وبلا ديتاي. لونتربرونور خصو يكون كلشي، ما خصوش يدير حاجه وحده او يكون حاجه وحده. لونتربرونور خصو يكون عنده بزاف ديال السكيلز. مثلا كنتي باغي تبدا سوشيال ميديا ماناجمنت ايجنسي او شي بيزنس ديال ماركتينغ ولا ديال الميديا، واللي هو مجال اختصاصي انا باي ذا واي. راه انت كصاحب بيزنس في ليكزامبل ديالنا راه خاصك تكون عارف مزيان اشنو هي السوشيال ميديا، اشنو هو الماركتينغ، شنو هو البراندينغ، شنو هو الديزاين، كيفاش كيتصاوب الديزاين، شنو هما الفيديوهات، شنو هما الادز، شنو هو التصاور، كيفاش كيتاديتا التصاور، اي حاجه داخله في ذاك البروسيس. ومن بعد حتى الا جبتي كاع شي ناس اللي غادي يبقاو يخدموا عندك ولا غيعاونوك في هذوك التاسكس ديالك، فراه ما غاديش يقلبوك وغادي تكون الخدمه مزيانه. علاش؟ لانه انت عارف مزيان اشنو كاين عندك، بزاف ديال التاسكس وانت عارف كل مهاره كيفاش خصها تخدم وباش كتخدم وعلاش اصلا كتخدم. الفرق ما بين واحد لونتربرونور اللي ناجح غادي في طريقه البيزنس ديالو غادي مزيان وكيسكيلي، بين واحد اخر اللي يلاه بادي او لا يمكن شحال هادي هو بادي ولا يتالف وما عارفش اشنو غادي يدير وديما كيدير نفس الاغلاط وكيبقى يعاودهم. هو انه داك اللي تالف وما عارفش اشنو كيدير ديما، وهاد الحاله هي اللي منتشره بزاف وخاصه في المغرب، هو انه كتلقاه كيقلب على البيزنس موديل هو الاول، كيمشي كيقول بغيت ندير بي او دي، بغيت ندير الاي كوميرس، بغيت ندير سوشيال ميديا ماناجمنت ايجنسي، بغيت ندير هاد الحاجه ولا هاد الحاجه ولا هاد الحاجه. هذا اكبر غلط. وكون عارف بلي الا درتي بحال هكا راك كتقتل راسك مباشره. وإلا كنتي كدير بحال هكا فراه كتلقى راسك من داك الشاب الطموح اللي كان كيقلب على كيفاش يدير تغيير، كيفاش يوصل لدوك الاحلام ديالو، كيفاش يحقق شي حاجه اللي كبيره، كتبدا ديك الانرجي تطفى، كيبدا كلشي يطفى. علاش؟ لانه فاش كيبقى يتبع داك البيزنس موديل كيلقى بلي خصو بزاف ديال الحوايج خصو يتعلمهم ويعرفهم. وهذوك الناس اللي كيعلموا هذاك الشيء في البيزنس موديل ديالهم للاسف كيبينوا ليه بلي خص كلشي يكون عارف ديجا داكشي،
خاص كلشي يكون ديجا عنده بيسي واعر، خاص كلشي يكون كيعرف يدير الفوتوشوب، خاص كلشي يكون كيعرف يدير الديزاين. كيدخل كيلقى البيزنس موديل خاصك تكون واجد، خاصك تكون بيرفكت. كيبغي يبدا الاي كوميرس كيلقى بلي راه خاصك تكون ناضي في الديزاين، ناضي في الادز، ناضي في هادي وهادي وهادي. كيتحبط، كيفشل وكيطيح ديما، وكيبقى ديما داخل في الدوامه هادي مع اي بيزنس موديل دخل ليه. هاد الشخص حنا غادي نسميوه ايمن. الا كنتي بحال ايمن وبغيتي تطور من راسك دير بحال ياسير. شنو كيدير ياسير؟ ياسير ما كيقلبش على البيزنس موديل هو الاول، كيحط الاهداف ديالو، كيشوف راسو هو اشنو بغا، كيدير تفكير مع راسو، كيدير دياغنوستيك، كيشوف شنو المهارات اللي يقدر يبدا بهم، يقدر يتعلمهم، او اللي ديجا عنده يقدر يطور راسو فيهم. كيشوف المهارات هما الاولين، ما كيشوفش البيزنس موديل. كيطور راسو في المهاره الاولى، الثانيه، الثالثه. مع الوقت كيلقى راسو عنده واحد الباكاج ديال المهارات. ديك الساعه البيزنس موديل المزيان ليه راه هو كيجي حتى لعنده، لانه باش تعرف راه ماشي الا واحد نجح في الاي كوميرس انت خاصك تنجح به، ماشي الا شي واحد نجح في التريدينغ انت خاصك تنجح به. علاش ديك الناس نجحوا بداك الشيء ديالهم؟ لانهم كانت عندهم واحد لاباز ديال السكيلز. حتى انت خاصك تبني لاباز ديال السكيلز ديالك. عاد ديك الساعه الدومين اللي غادي يبغيك راه هو غادي يجي حتى لعندك. وياسير في ليكزومبل ديالنا، حتى الا مشى خدم عند شي واحد في شي شركه صالاري فريلانس او بحال هكا عادي، ما كاينش المشكل. فين العيب؟ كيكون داخل وعارف راسو خصو يطور راسو في هذيك المهاره، كيقلب على كيفاش غادي يطورها واخا يكون اللي كان وما كاينش شي حاجه اللي غادي توقف في الطريق. كيدخل كيخدم على راسو، سواء غادي يخدم سالاري، سواء غيضرب في الفريلانس، سواء يدير بريكولات، سواء اي حاجه. المهم هو انه كيبني داك الباكاج ديال المهارات. بما انك وصلتي معايا حتى لهنا لهاد النقطه فراه غالبا راك بحال امين وباقي تالف ومتخبط وما عارفش راسك اشنو غادي دير بالضبط. انا جيت نعاونك. اول حاجه غادي نقول لك باش تمشي مزيان في هاد الطريق هو انه خاصك تكون امن بواحد الحاجه، هو انه هذيك الطريق صعيبه بزاف. لونتربرونيا ماشي شي حاجه اللي سهله، والاغلبيه ديال الناس اللي كيبداو خاصه دوك اللي ما كيكونوش بصح عارفينها وفاهمينها مزيان راهم كيفشلوا في لي بروجي ديالهم وكيرجعوا ثاني للور وكيرجعوا لديك الحياه العاديه التقليديه ديالهم وكيموتوا كاع الاحلام ديالهم. ولكن هذه ماشي شي حاجه اللي غادي تحبطك او اللي غادي توقفك. كاين بزاف ديال لي زونتربرونور اللي راه واخا صعيبه باقيين مكملين فيها، لانه دوك الاحلام والاهداف الكبار اللي باغي تحقق وتوصل ليهم راه كانوا ساهلين كون راه كلشي عايشهم وكلشي كيديروا. دونك راه خصك تامن بلي لونتربرونيا صعيب، طيح منه بالاول، الثاني، الثالث بزاف ديال المرات، وبزاف ديال الناس غادي يصرفقوك وغادي يقولوا لك لا في وجهك باشد العبارات. ولكن هاد الحاجه خاصك تخليها اساسيه، خاصك تكون امن بها وتولي حاجه عاديه عندك. خاصك تولي تقبل اي حاجه واي مشكل طرالك، وديما تقلب على الحل هو الاول، ما ديرش ردود فعل. من بعد ما غادي تكون عرفتي هاد الشيء وامنتي به مزيان فراه هنا غادي ندوزو للمعقول. شد معايا ورقه وستيلو وحاول تكون واقعي مزيان مع راسك في هادشي اللي غادي نقول لك. حط كاع هذوك الاهداف ودوك الاحلام وداك الشيء اللي باغي توصل ليه، كتب اي حاجه جاتك في بالك. من بعد اشنو غادي دير؟ حاول تشوف كاع الموارد اللي عندك، والموارد ما يقدروش يكونوا غير ماديين. المهارات، التالنتس، المواهب، اي معلومه، اي فكره، اي حاجه في دماغك حتى هذيك راه من بين الموارد المهمه اللي كاينه. نقدر نقول لك اهم كاع حتى من الموارد الماديه بحال البيسي ولا التليفون. من بعد حاول تكتب اي حاجه غادي تحتاج واخا ما تكونش عندك، غير كتبها. فاش تسالي من هاد لا ليست غادي دير واحد الدياغنوستيك وغادي تشوف كاع الموارد اللي عندك، وهكا غادي تعرف راسك باش غادي تبدا. اي حاجه عندك حطها قدامك، واخا ما تكونش عندك حاول تقلب ليها على حل. كنتي محتاج بس ضروري ومتاكد من انك محتاجه بصح، غادي تقلب شي سيبر حداك وبشي طريقه كيفاش انك غادي تدخلو بارخص ثمن. المهم لقى لراسك الحل، هكا غادي تلقى راسك وليتي عارف راسك اشنو غادي دير واشنو محتاج. دابا ما غادي يكون خاصك الا انك فريمون تبدا نيت. هنا غادي نبداو المرحله ديال التطبيق، ماشي غدا، اليوم. ان فوا غادي تسالي داك الشيء كامل اليوم دير اول تغيير ديالك. علاش؟ لانه غدا راه عمرو ما غادي يجي، وخاصك تكون عارف واحد الحاجه مزيان، كل نهار ضيعتيه المنافس ديالك راه كيزيد خطوه، وبهذا الشيء راك انت كتزيد الصعبه على راسك اكثر واكثر. بدا من دابا، واخا ما تبداش كبير او لا تبدا مثالي، حتى حاجه في هذه الحياه ما كامله من غير الله سبحانه وتعالى. بدا خطوه بخطوه، بدا بهذاك الشيء اللي عندك، قلب ديما على الحل، قلب منين تخطفها من فم السبع كما تيقولوا. واخا ما تكونش عندك لقى ليها شي طريقه. وزعم هاد المهاره ديال الزعامه من بين اهم المهارات اللي خاص يكونوا عندك انت كاونتربرونور. حاول تخلي الحاجه تحقق وتكون ممكنه، واخا تكون نسبه النجاح ديالها 0.1%. مادام ماشي مستحيله يعني راه ممكنه.
ومادام ممكنه يعني راه خصها تحقق. خلي عندك هذا المايند سيت وبدا تحقق الاهداف ديالك واحد من بعد واحد، غير تلقى راسك راك بديتي كطور راسك ديال بصح، ومع الوقت غير تلقى راسك كاع بديتي كتنافس دوك الناس الكبار. واهم حاجه اللي خصني ضروري نهضر عليها هي علاقتك بالله سبحانه وتعالى. ديما حافظ على صلاتك وديما حاول تقرب من الله سبحانه وتعالى، لانه سيدي ربي هو اللي غادي يرزقك، باش هكا يسهل لك الطريق ويعاونك في بزاف ديال الحوايج اللي راك غادي تكون محتاج فيهم الله سبحانه وتعالى ولا غير، وراه كيعاون ربي. وباش نعاونك اكثر الفيديو الجاي ان شاء الله غادي نجيب لك اهم المهارات اللي غادي يعاونوك باش تكون احسن اونتربرونور واللي تقدر تبدا فيهم من دابا. الا وصلتي لهنا خلي معاك لايك وسبسكرايب، ما تعرف هذا الفيديو يطلع لشي واحد اخر اللي محتاجو ديال بصح بسببك انت وتاخذ معاه الاجر. انا ما كنربح معكم حتى حاجه، ما كندير فورماسيون، ما كنبيع شي كورس، ما كنبيع حتى شي حاجه. انا فاش بديت ما لقيتش شي واحد اللي بحال هكا، شي واحد واقعي كيشارك داكشي من الداخل كيفاش داير، ما كيبارطاجيش الوهم الحياه ديال الرفاهيه، وانما كيبارطاجي الحقيقه كيفاش دايره وكيعاونك باش توصل لداكشي اللي انت باغي. وها انا دابا كنحاول ندير هذاك الشخص اللي كنت كنقلب عليه فاش كنت يلاه بادي، باش هكا نعاون اي واحد قدرت انني نعاونه. السلام.